أهلا بكم أعزائي المشاهدين في جروب أكلات من كل البلاد مع ميري، في وصفة سريعة مع ميري. وصفتنا السريعة النهاردة هي الملوخية الناشفة. هنعمل طبق ملوخية ناشفة في منتهى الطعامة. عندي الملوخية الناشفة أهي، وعندي معلقتين زيت وتوم، وعندي طماطم أنا بشراها أهي، كانت في الفريزر عندي مبشورة، وعندي شوية بهارات حلوين. ويلا نعملها مع بعض. اول حاجه هناخد الزيت بالثوم وهنحمره يا حبايبي. الثوم اتحمر بالشكل ده. دلوقتي بقى هحط له الطماطم بالشكل ده. حطينا الطماطم على الثوم المتحمر. ودلوقتي بقى اهو عندنا معلقه فيجيتا او ماجي، ومعلقه كزبره ناشفه، وذره صغيره كمون عشان لما بتكتري الكمون بيمرر، وملح وفلفل اسمر وبابريكا وقرنين فلفل ده اختياري. عندي ناشفين حمر. هحطهم كلهم كده وهقلب وهسيب الطماطم تتسبك. ودلوقتي يا حبايبي الطماطم اتسبكت بالشكل ده. دلوقتي بقى هنحط كمية المية او كمية الشوربة حسب ما احنا حابين. عايزين الملوخية قد ايه. اهو انا عايزة اعمل حبة حلوين كده اهو. طبعا لو انا حاطه الشوربه مش ميه يبقى هاخد بالي في البهارات. انا عشان حاطه ميه فعشان كده حطيت البهارات دي، لكن انت لو هتحطي شوربه يبقى تاخدي بالك من الملح اهو. وهسيبها تغلي بقى. ودلوقتي يا حبايبي الميه غلت بالدمعه بالتقليه. دلوقتي بقى هطفي على طول. هبدا يا حبايبي احط الملوخيه الناشفه. لو ملوخيه خضراء يبقى مش هشيلها من على النار، هسيبها تغلي غلوتين. لكن الملوخيه الناشفه انا بطفي على الشوربه دي الدمعه اللي عملتها. وبعد كده دلوقتي على طول باجي حاطه الملوخيه بتاعتي، الكميه طبعا حسب الميه، وهقلبها. دلوقتي يا حبايبي الملوخيه اهي بقت جاهزه اهو. بنعملها السمك اللي احنا حابينه. انا بحبها بالشكل ده كده. ولما تبقى دافيه كده حلوه هنقدمها. واستنوني في وصفه سريعه مع ميري. باي باي.